خواتاتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين واحوالكم طيبه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي الخروب. يعني وصفات كما قلت لكم دائما انا فاش كنحط شي وصفه ما كنعطيش غير وصفه واحده ونولي عاود ندير الفيديو على وصفه واحده اخرى في نفس المال في نفس المكون. كنبغي نعطي وصفه، يعني نعطي المكون ونعطي الوصفات اللي كنستعمل انايا هكا باش ماشي كل مره نحط لكم نفس الفيديو على وصفه اخرى. المهم عندنا الخروب. اليوم غادي نتكلم لكم على الفوائد ديالها. الخروب هي كتشبع وتقلل الرغبه في الحلويات، كتقوي المناعه وتنظم السكر في الدم، يعني ما كتطلعش السكر بزاف، غنيه بماده الاكسده والفيتامينات، تحسن الهضم وتعالج الاسهال وتتعاون على توازن الامعاء، يقوي العظام، وهذا وحتى الاخر الكالسيوم والهذا والمغنيسيوم في العظام ديالنا. كتعطي الطاقه وتنشط الجسم بلا ما ترفع الضغط، تنقي الجسم وتساعد على طرد السموم. هذا الشيء اللي كاين في هذا في الخروب، وهذا اللي كنستعملوها يعني من بكري. حنايا عندنا هذا، انا ما شريتوش، عندنا الشجر ديالو في البلاد كنجيبوه، يعني كيكون خضر وكيبس وكنحيدو من الشجره. كاين اللي غليظ كاين اللي رقيق. هانتوما هذا هو الخروبي، راه معروف كاع الناس كتعرفوا. غير واش هي فاش كيتطحن كيكون معلك. هانتوما راه فاش نقسمها ما كتطرطقش، كتكون معلكه. هانتوما وراه حلو. دابا انا باش نبغي نطحنو كندير له بحال هكا، كنقرطو، كنديرو قروطه هكا صغار وكنسخنو. خصنا غير نسخنو يدفى ما نجي نوصل عند الرحى، لان ما نقدروش نطحنوه في الدار، كيتعلق كيولي بحال المسكه. محيت حلو. خاصنا نحميوه نقصوا له البوطه ونخليوه يحمى، يسخن على خاطرو ونخليوه كي يبرد. المهم نديوه للرحى نطحنوه، ما نخليوهش يبات. الا بات غادي نوليو عاود نحميوه نسخنوه، حيتاش كي يبرد صافي يتعلق. هو راه خاصو يكون مقرمل صافي يتطحن. هنايا انا ملي طحناه غادي نجيب نوري لكم كيفاش كيجي. داير بحال القهوه. هانتوما يجي الشكل ديالو بحال الكاكاو، بحال القهوه. هذا انايا كنعوض به الكاكاو. عندي المهم نعطيكم، عندي 3 ديال الوصفات غادي نعطيهم لكم، هما اللي كنستعمل. كنديروا نطحنوا بودره كما شفتوا. كنديروا هذا كنستعملوا في الكاكا، كنستعملوا مع القهوه شي خطرات. بعض المرات كندير داك الفنجان هكا ديال القهوه كندير معاه واحد شويه. اما الا كنت بغيت نديرو في الحليب وفي الكيك، كنسخن الحليب وكندير فيه واحد المعلقه ديال هذا مطحون ديال الخروب مطحون، وكنشربوه للنتوما ولا للدراري. المهم هو راه صحي، حسن بهذا، حسن بالكاكاو. وكنديرو في الكيك، يعني كندير داك بحال عوض الكاكاو كندير ديال الخروب في الكيك. هو راه صحي بزاف وما فيهش منبهات، يعني كيخلينا صاحيين بحال القهوه فيها الكافيين، وهذا راه ما فيه والو، راه طبيعي من الشجره للدار، من الدار للرحى البريق ولا القهوه الحليب. المهم الكيك يكون صحي، كتشربوا منه شحال ما شربتوا ما عندكم مناش تخافوا. عندي واحد الوصفه اخرى للتخسيس. عندي معلقه صغيره ديال الخروب، كاس ديال الماء دافي، معلقه ديال العسل صغيره، نشربوها على الريق باش يعطينا الشبع ونقص الرغبه في السكريات. وكتكون يعني نكونوا شبعانين، كنشربوه كنكونوا شبعانين، ما غاديش نوليو شي حاجه اخرى ناكلوها. ولا هو راه كما قلت لكم داك الحلاوه اللي فيه راه كافيه. بغيتو ديروا العسل ديروا، ما بغيتوش ديروا معلقه ديروا نص، بغيتو ما ديروش كاع قدرتوا تشربوه هكاك ديروه. بالنسبه لواحد المشروب كانوا يديروه لنا من كنا صغار، هما كانوا يديروا بزاف. المهم كانوا المهم كيديروا بريق كبير. هذا انا اختصرت ودرته درتيني العبار 100 غرام ديال الخروب مفرتت، يعني كيكون هكا مفرشش كما في الاول قلت لكم. هكا كديروا له بحال هكا، عاد زيدوا تقرطوا هكا صغير بالموس تقدروا هانتوما. وبيه بالعلفه ديالو، العلفه ديالو حتى هي راه فيها المنافع، يعني بلاش ما تحيدوها. هانتوما كنديروا له بحال هكا 100 غرام،
كنجيبو يطرو ديال الماء وكنخليوه يطيب، كيطيب داك الليطر ديال الماء ونحطوه يبرد. فاش يبرد كنزيدولو 3 معالق ديال العسل، العسل اللي يكون طبيعي. كنخليو الخروب مع الماء 20 دقيقه، كنخليوه يغلى مع الماء 20 دقيقه وكنزيدو عليه العسل ونخليوه يبرد ونشربوه بارد. يعني ما كنشربوش سخون، هذا كنشربوه بارد كيكون مشروب. كنشربوه هكايا كيعطي واحد الطاقه للجسم وكتكون تحس بالخفه، وهذا ينقص عليك ما كتاكلش السكر، ينقص عليك باش ما تاكلش السكر بزاف. المهم هذا هو الخروب، راه يصلح حتى الماسكات، يصلح. المهم راه عنده واحد الفوائد اللي هي كثيره كثيره بزاف، واللي عندهم السكر يتناولوه ولكن ما يتناولوش بهذا. ما يتناولوش فيه السكر، كياكلوه غير بوحدو. حنايا هكا هذا كنديروه لصحاب المعده كياكلوه، كنديروه لما نطحنوه نديروه في العسل ولا كنشربوه. نديروه في الماء طايب فاش كيكون شي واحد هكا توجعو المعده ديالو ولا المصران، كنطيبوه وكنعطيوه هذاك الماء يشربوه بلا سكر بلا حليب بلا حتى شي حاجه، بلا عسل بلا والو، غير هو بوحدو. بحال الا سلقنا هذا وعطينا هذاك الماء يشربوه كيحس بهذاك الالم كينقص، ما تبقاش فيه داك الحريق بزاف. نديروه عاوتاني هو وهذا اللي كنديروه هو الخروب، وكنديروا معاه النبق اللي كيكون في الشجره ديال السدر. هذاك كنجيبو حتى هو وكنخلطو، كنديروا المقدار ديال النبق قد المقدار ديال هذا ديال الخروب، وكنحميوهم نسخنوهم في النار على البوطه، يعني في شي مقله، وكنطحنوهم كيطحنوا بهم النبق به بالعلفه ديالو، وحتى هذا نفس الشيء تاع الخروب نفس الشيء بالعلفه ديالو. وكنغربلوهم من نطحنوهم كنغربلوهم وكنديروهم في العسل، الحره. وهذاك الانسان اللي عنده المصران ولا القولون العصبي كياكل هذيك المعلقه الصباح قبل الماكله. المهم الغداء قبل الماكله، العشاء قبل الماكله. هذا راه كيخفف ومزيان بزاف بزاف. وراه كيكون اللي عنده الاسهال كيطيب الخروب مع الماء ويشربوا. بغاو الناس الكبار ولا الدراري الصغار كنطيبوا نطيبوا الخروب وهذاك الماء نعطيوه لهم يشربوه، غادي الاسهال ديالهم يوقف. حيتاش هذا فيه واحد الماده كتجبن. هو بداتو فاش تاكلوا اللسان ديالنا ولا الفم ديالنا كيجمد، فيه واحد الماده بحال تقريبا بحال الشب، هو راه كيجمد. وكاين الا بغيتو ديروا عود الحليب ديروه في الحليب، طيبوه في الحليب وغادي يولي الحليب بحال الرايب. الا طيبوه ديروا الحليب وديروا فيه هذا الخروب، كتلف سميتو بزاف سبحان الله. كنديروا الخروب كنديروه هكا في وسط الحليب وكنخليوه. الا خليناه بات ليله كامله غادي يصبح جامد. الا كان الحليب ديال ماشي ديال العبار، ماشي ديال الشكاره، ديال العبار، هذاك اللي كنجيبوه من عند مول الحانوت اللي كيكون من البقره للحانوت مباشره. المهم هذا هو ديال الوصفه ديالنا اليوم. نتمنى نكون فدتكم، وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه وهذا باش يوصلكم الجديد وكلشي يستافد. ما نخليوش الفائده غير لينا حنايا، كلشي يستافد. والسلام عليكم، مع وصفه جديده ان شاء الله.